السلام عليكم، اهلا بكم في درس جديد من دروس تعلم تي في. انا عمر واشم ودي قناه تعلم تي في. النهارده ان شاء الله هشارك معاك هل انت ينفع تتعلم انجليزي من قناه زي قناه تيدكس. واهم سؤال بيتسال، هل منصه تيدكس اصلا ينفع ان انت تبدا بيها انجليزي؟ السؤال ده هجاوبك عليه ان شاء الله النهارده في فيديو قصير عباره عن 5 دقائق. ولكن قبل ما احكي لك هل ينفع ان انت اصلا تبدا في منصه تيدكس ولا لا، او ينفع كمان انت تتعلم من منصه تيدكس ولا لا، عايز اسالك سؤال. هو انت بس عايز تتعلم انجليزي ليه؟ يعني هل انت عايز تتعلم انجليزي علشان انت عايز تتكلم انجليزي، ولا علشان فرصة العمل بتاع الانجليزي كويسة، ولا علشان تشتغل كول سنتر، ولا علشان تشتغل مترجم؟ كل الاسئلة دي لازم تسألها لنفسك قبل ما انت تبدأ في ان انت تتعلم انجليزي. يعني علشان تبدأ تتعلم انجليزي لازم تسأل نفسك انا عايز اتعلم انجليزي ليه. السؤال ده لازم تسأله لنفسك. ايه الدافع اصلا اللي هيخليك تكمل فيه؟ يعني ايه الهدف ان انت بدأت انجليزي؟ الاسئله دي كلها لو سألت في نفسك فيها هتستريح جدا 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 وانت بتتعلم انجليزي، لانك وانت بتتعلم انجليزي صدقني هيجي لك وقت وتكون عايز تبطل. يعني مرحله كده من حياتك هتكون انت عايز، يا رب انا تعبت، لا انا خلاص مش متعلم انجليزي. فلازم تعرف وانت بتتعلم اي لغه في اي وقت لازم تسال نفسك انا بتعلم ليه، بتعلم اللغه دي ليه. فعلشان ما نخشش في مرحله انت عايز تتعلم لغه ليه، خليها في فيديو تاني. عايز اقول لك هل ينفع تتعلم من منصه تيدكس؟ ينفع تتعلم من منصه تيدكس. منصه تيدكس الاكسنت بتاع الناس اللي بتتكلم، بص، الشعبي تلاقي، اكسنت لغة أساسية تلاقي، اكسنت عام تلاقي، اكسنت في كل حاجة تلاقي. وهي قناة، يعني بص، قناة روعة 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 ان انت تتعلم منها انجليزي. يعني تلاقي في الحلقة الواحدة كمية مصطلحات تقدر تطلع منها غريبة، وتقدر تجمع حتى لو انت مش فاهم بتسمع. يعني انت فاهمني، يعني الحته دي كمان تقدر تتعود عليها، انت اصلا بتسمع. وحتى لو انت مش فاهم ففي مصطلحات انت بتسمعها لاول مره، فدي حاجه كويسه. يعني انا اصلا معرفتي بقناه تيدكس وقعت بالصدفه قدامي في ان انا ان هي قناه اصلا بيكون يعني عباره عن ان انت ايه، بتشارك الناس، بتشارك معاك ارائها وبتشارك معاك تجربتها وتشارك معاك فشلها وبتشارك معاك في اي حاجه. انت فاهمني؟ فالحته دي انت لازم تلعب عليها. يعني منها تتعلم انجليزي، ومنها تتعلم ان انت عايز تتعلم انجليزي، ومنها انت عايز تتعلم حاجات كتير بقى في الحياة. فدي قناة هتتيح لك الحاجات دي كلها. فالسؤال هنا، هل انت ينفع تتعلم انجليزي من منصة تيدكس؟ السؤال بكل اريحية هتتعلم انجليزي صرف، وهتتعلم انجليزي كمان باللغة العامية، وهتتعلم انجليزي باللغة الاكسنت الصحيحة، وهتتعلم انجليزي بكمان بطريقة انت مستريح ومرتاح فيها. ولكن بجانب منصة تيدكس انت لازم برضو تكون في قناة تانية لازم تتعلم منها، زي ان انت تشارك في حاجات زي جروب تليجرام. ولازم ايه تاني، لازم تشغل نفسك في حاجات تانية. يعني ما مش تحط همك الوحيد على منصة تيدكس بس. فده كان اللي انا عايز اقوله لك، هل انت ينفع تتعلم من منصة تيدكس ولا لا؟ بس كده.